والله عليم حكيم. ثم ذكرنا الله سبحانه بأصحاب مسجد الضرار الذين بنوا في أطراف المدينة مسجدا لا ليتقربوا به إلى الله، ولكن لتفريق كلمة المسلمين ولشق عصا المسلمين. فكان ثم رجل يقال له أبو عامر الراهب، وهذا الرجل كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أظهر الله أمر نبيه شرق لذلك وكره ذلك، وفر إلى الروم على ما ورد في مجموع الروايات، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن أذكر ما قيل فيها بالمجموع، فالمجموع يصحح أصل القصة والله أعلم مع ظاهر آيات الكتاب العزيز. ذهب إلى الروم وبدأ عندهم يخطط للفتك بدولة المسلمين في المدينة وللفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأوعز إلى أصدقاء له من أهل النفاق أن يؤسسوا مسجدا في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع فيه لعلل عدة تنصب هذه العلل على محادة الله ورسوله، يجتمع فيه للتدبير لمؤامراتهم، يجتمع فيه لصرف الناس عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع فيه كذلك انتظارا لأبي عامر الراهب الذي يتواطأ مع الروم هنالك للمجيء بجيش من الروم ينزل أطراف المدينة، وهؤلاء يكونوا قد استعدوا لنصرته وإيوائه فيفتكوا بدولة الإسلام. ومن الجدير بالذكر وهو شيء عارض أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فمن أقوال المفسرين فيها أن الحي هو المؤمن والميت هو الكافر، هذا قول وارد ومستند. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكان أبو عامر الراهب هذا له ابن فاضل صالح تقي بار، وهو حنظلة غسيل الملائكة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعوه حق الاتباع، وسمع المنادي ينادي للجهاد، وكان مع زوجته قضى مأربه منها لم يغتسل فقام عنه وهو جنب مجيبا لداعي الله فقتل فغسلته الملائكة وأخبر النبي بذلك. قد يكون الشخص فاسدا وأبوه صالحا، قد ينعكس الأمر، قد يكون الأب فاسدا والولد صالحا، فالابن الفاسد كابن نوح وأبوه صالح، والعكس مع إبراهيم عليه السلام. فهي سنن تجري لله في الخلق. الشاهد أن أبا عامر الراهب خطط هذه الخطة لصرف الناس عن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولجمع الوشايات والأقوال ضد المسلمين، وانتظارا لأبي عامر الراهب إذا أتى بجيش من الروم لضرب المدينة ولضرب الرسول فيها. فبنى المنافقون المسجد في اتجاه المدينة ناحية الروم في أطرافها، وقالوا
نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ندعوه حتى لا يتكلم فينا متكلم ولا يطعن فينا طاعن، فنطلب منه أن يأتي إلى مسجدنا يصلي فيه، فإذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لن يستطيع أحد أن يتكلم فينا ولا يخوض في أعراضنا ولا يستنكر علينا صنيعنا. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واختلقوا إفكا وقالوا كذبا، قالوا يا رسول الله المدينة مترامية الأطراف يا رسول الله، والليالي باردة، وأحيانا تكون الأيام شاتية، فبنينا مسجدا يا رسول الله نبتغي به وجه الله ونستكن فيه من المطر إذا أمطرت السماء، ويأوي إليه ضعفاؤنا، نتقرب بذلك يا رسول الله إلى الله، فتعال يا رسول الله صل في هذا المسجد، نأخذ منك دعوة، تكلموا كلاما طيبا مع النبي عليه الصلاة والسلام يخادعون به أهل الإيمان. أطلع الله نبيه على ذلك، أطلع الله النبي على ذلك وأخبره بالذي كان، فقال سبحانه والذين اتخذوا مسجدا اتخذوه لماذا؟ ضرارا، أي لمضارات أهل الإسلام، لإلحاق الضرر بأهل الإيمان، لإلحاق الضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي يأوي إليه أهل النفاق ويجتمع فيه أهل الباطل. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، لتفريق كلمة أهل الإسلام. ذلك في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك جمعة تقام في المدينة إلا واحدة فقط في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأول جمعة جمعت في مسجد جوازة بالبحرين، والبحرين هي الإحساء الموجودة الآن وما جاورها، فهذه أول جمعة جمعت في مسجد جوازة بالبحرين، وإلا ففي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك أي جمعة إلا الجمعة في مسجده عليه الصلاة والسلام. لذا يستحب تكثير سواد المسلمين في صلاة الجمعة. هنالك دول كالسعودية مثلا في هذه الآونة لا يسمح لكل مسجد أن يجمع أن تصلى فيه الجمعة، إنما ينتقون المساجد الكبرى في الأحياء ويطلقون عليه هذا المسجد جامع، وهذا ليس بجامع. فمعناه الجامع الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، والذي ليس بجامع لا يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة. فهكذا كان. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، يعني انتظارا وتربصا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب. فقوله تعالى إرصادا معناها ترصدا وانتظارا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا، أي ما أردنا إلا الحسنى، ما نريد بهذا العمل
إلا الطريقة الحسنى، ما نريد هذا العمل إلا الجنة. يعني إذن هناك من يقسم كاذبا وإن بنى لله مسجدا، فكمن يقسم كاذبا وإن كان قد بنى لله مسجدا. قال تعالى: ولا يحلفن إن أردنا، أي ما أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد، كفى به شهيدا، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا. إنه أشد النهي عن الإقامة فيه، لا تقم فيه أبدا، نهي تام. ولذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرقه وهدمه. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم كمسجد رسول الله وكمسجد قباء. وما المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ جاءت أحاديث تفيد أنه المسجد النبوي، وجاءت أحاديث تفيد أنه مسجد قباء، والجمع ممكن. فهذا أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى من أول يوم، جمعا بين الأدلة. والذين استظهروا أنه مسجد قباء استظهروا بشق الآية الأخير وسيأتي بيانه. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء: ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء؟ السند فيه مقال يسير: ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فأفادوا أنهم يستنجون بالماء، أنهم يستنجون بالماء، يتطهرون بالماء. قد كان الشائع التطهر بالأحجار، وأحيانا كان هناك من يتطهر بالماء. فهنا وقفة فقهية: هل يجوز الاستنجاء بالأحجار حتى وإن كان الماء موجودا؟ نعم يجوز وإن كان الماء موجودا. سؤال على إثر ذلك: هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟ نعم يجوز عند جمهور العلماء الاستنجاء بالمناديل الورقية، وبكل ما من شأنه أن يزيل النجاسة ويتشربها. أما الذي لا يزيلها أو لا يتشرب، لا يزيل أو لا يتشرب، كمثلا مناديل بلاستيكية تزيد الأمر تلويثا لا تزيد نظافة فتمنع. أما إن كان الشيء يزيل النجاسة أو يتشربها فجائز عند الجمهور الاستنجاء به. فإذن من كانت به علة أو كان به مرض أو لم يكن ويشق عليه استعمال ماء أو لا يشق، يجوز أن يتمسح بالمناديل الورقية قبلا أو دبرا. لكن الأفضل للثناء الوارد: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، استعمال الماء زيادة على التنظيف. قوله تعالى: في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، في إثبات صفة المحبة لله. فالله يحب ويبغض، يحب أقواما ويبغض
آخرين على الوجه اللائق به. وقد دلت على هذا عدة آيات خلافا لكثير من الجهمية والمعطلة والأشاعرة الذين ينفي عدد منهم صفة المحبة وصفة البغض عن الله، فيقول الله لا يحب ولا يبغض، والنصوص عليهم كثيرة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، نصوص في غاية الكثرة، والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين. الآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة. والله يحب المطهرين، هنا الطهارة طهارة البدن، وقد قال تعالى في آيات أخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل يحب الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، فكما أنك تتطهر وتتنظف طهر قلبك أيضا بالاستغفار وبرد المظالم إلى أهلها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، يعني المسجد الذي أسسه متقون صالحون خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أورثهم شكا في قلوبهم ونفاقا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. للآية إن شاء الله مزيد تفسير، لكن أقول